الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إيه؟ هو إحنا في العيد ولا إيه؟ تفتكر احنا في العيد؟ ازاي؟ هو ممكن يبقى النهارده العيد ومحدش قال لنا ولا ايه؟ أنا مستغرب قوي، أمال جده بيكبر ليه؟ طب ما تيجي نسأله. يا جدو. أيوة يا عصام يا حبيبي، إزيك أنت وأخوك عاملين إيه؟ تعالى يا جمال، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير يا ولاد. ايه ده يا جدو؟ النهارده فعلا العيد وهتدينا عيدية؟ النهارده العيد إزاي؟ ما تعصبنيش يا واد أنت. طيب بس معلش يا جدو، أصل إحنا سمعناك وأنت عمال تكبر تكبيرات العيد. بصوا يا ولاد يا حبايبي، بس استنى يا ولاد اقعد لحسن انا مش قادر اقف. اتفضل اقعد طبعا يا جدو. يا رب يكون فيها عيدية. قول لنا بقى يا جدو، انت ازاي بتقول ان احنا مش في العيد واحنا في نفس الوقت سمعناك بتكبر؟ بص يا عصام، انا هفهمك حاجة مهمة جدا. اول ما بيدخل شهر ذي الحجة، من اول يوم فيه لحد اليوم العاشر، ممكن تكبر في أي وقت، واسمه تكبير مطلق، وبيبدأ من دخول شهر ذي الحجة لآخر أيام التشريق اللي هي أيام العيد. غريبة دي أوي يا جدي. انا كنت فاكر ان احنا بنكبر بعد كل صلاة وبس في العيد يعني. هو ده بقى يا جمال التكبير المقيد. إيه يا جدو؟ اسمه تكبير مقيد يا عصام، لأننا لازم نعمله بعد الصلوات الخمس، من أول فجر يوم عرفة لحد آخر يوم من أيام التشريق. هو ايه التشريق ده يا جدو؟ مش هم ايام العيد؟ أيام التشريق يا جمال هي الأيام التلاتة بعد يوم العيد. ماشي يا جدو. عشان كده بقى يا جدو انت كنت بتكبر من شوية؟ ايوه يا عصام، انا بكبر لان النهاردة اول ذي الحجة، المفروض كل ما تفتكر تكبر. وخدوا بالكوا يا ولاد، انا خلاص كبرت بس انتوا لسه صغيرين، وهتيجي عليكوا الايام دي اكتر واكتر. استغلوها صح، صوموا وصلوا واقرأوا قرآن واعملوا اي طاعة تقدروا عليها. ربنا مدينا مهلة 10 أيام، حسناتنا فيها بتضاعف أضعاف وأضعاف. ويا ريتني وأنا صغير كنت لقيت حد يقول لي الكلام ده. ايه ده يا جدو؟ نصوم ايه ده؟ الجو حر قوي، ده انا بشرب كل 3 دقايق. انت يا واد يا جمال يلي همك على بطنك انت، حتى لو مش هتصوم يا حبيبي ادعي ربنا بكل حاجة بتتمناها هتتحقق. وحاول على قد ما تقدر ما تزعلش حد، لا بابا ولا ماما ولا اخواتك. ولا انت كمان يا جدو؟ انت هتتضرب النهارده يا جمال بالعصاية. هاتلي الواد ده يا عصام. خلاص يا جدو يا حبيبي، معلش امسحها فيا انا المرة دي. ماشي يا ولاد.